انا حبيت بس اشيد بماتش امبارح بالجزائر. بلد محترمة، شعب محترم، ناس محترمة بجد. يعني امبارح الماتش الجمهور كان محترم جدا. خلصوا الماتش وسلموا على اللعيبة، الجمهور كان محترم جدا وقعد يحيي اللعيبة وينده عليهم. بجد شكرا الجزائر، بلد محترم، شعب محترم، بيفهموا يعني ايه معنى كرة القدم، يعني ايه الروح الرياضية. وده يخلينا نقارن بينه وبين دول كتير قوي بنلعب فيها برضو او بيتم يعني عمل ماتشات فيها وللاسف بتقلب بحاجات مش كويسة. شكرا لاخواتنا في الجزائر. تخيل ان انت طول الاقامه وطول ال90 دقيقه اللي كنت بتلعبهم في الماتش كنت مطمن ومش قلقان، لا يتحدف عليك سكينه معجون او يحصل شغف في المدرجات او الكلام ده كله. حرفيا اخواتنا في الجزائر استضافوا لعبتنا احسن استضافه بجد والله العظيم. حقيقي شكرا على حسن الاستضافه وعلى حسن المعامله. انتوا حبايبنا، انتوا حبايبنا واخواتنا، واحنا كنا مطمنين ان لعيبتنا عندكم. جمهورين مع بعض في المدرجات كانوا ايد واحده حرفيا بجد والله العظيم. فشكرا لحبايبنا في الجزائر واهلنا في الجزائر، وشكرا لشعب الجزائر بجد، بلد المليون شهيد. صراحه الجزائريين بيصعبوا الدنيا علينا قوي، يعني احنا لازم نبقى احسن منهم نبقى في مصر، والناس دي صعب الواحد يبقى احسن منهم. انا كنت جاي هنا خايف للاسف عشان لما شفت الملعب وال80,000 دولت، الواحد طبعا من العدد ده، بس الناس دي صراحه بتحسسك ان انت ما خرجتش بره القاهره يعني. عشان كده هم بيصعبوا لينا المهمه، ان هم في مصر كمان اسبوع يتشالوا فوق ايدينا يعني، عشان هم ناس كرمه يعني ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. طبعا يا جماعة اتكلمنا كتير جدا عن العلاقات الراسخة بين مصر والجزائر، كلها علاقات مبنية على التاريخ والمحبة بين الشعبين. طبعا شفنا المواقف المشرفة اللي قدمتها مصر للجزائر والجزائر لمصر، طبعا كلها علاقات مبنية على التاريخ وعلى المحبة، سواء سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، والروح الرياضية لكرة القدم. طبعا مش هننسى كمان 2019 لكاس افريقيا لما الجماهير الجزائرية شرفتنا عندنا في مصر وصنعوا البهجة لعرس مصر. يعني يا جماعة هنا كلها علاقات مبنية على التاريخ وعلى المحبة، وزي كمان ما شاركونا في حرب 73. يعني يا جماعة هنا الجزائر دايما واقفه مع الشعوب العربيه كلها، مش شرط مصر. طبعا شفناهم مؤخرا واقفين مع السودان واليمن، وكتير جدا من الشعوب العربيه. كلها علاقات بتبني يا جماعه على المحبه بين الشعوب العربيه. فيديو النهارده هنشوف مع بعض ردود الافعال الجماهير المصريه للجماهير الجزائريه. طبعا مع بعض هنسمع الفيديو اللي معانا، وباذن الله هنرجع مع بعض في نهايه الفيديو. يلا بينا. بلد ال4 مليون شهيد، أكذوبة المليون شهيد دي
لازم تروح، ودي بلد الشهداء. 132 سنه ظلم وقهر، دلوقتي الجزائر رجعت تاني القلب العربي النابض، وده ملاحظينه النهارده في كرم الضيافه. الجزائريين معلمين. كيفاش شفتوا الاجواء تاع اليوم وكيفاش كان الاستقبال؟ فوجئت صراحه، يعني فوجئت لما جيت من بره كده وشفت الجماهير كده حب، بس لما لقيت الناس معاملتهم معانا عامله ازاي، قلت طبعا المهمه في القاهره هتبقى صعبه جدا، عشان لازم نحسسهم بان احنا كرمه زيهم. هنحاول نبقى زي نقلدهم ونبقى كرمه زيهم، وان شاء الله يبقوا في بلدهم الثاني. هل توقع النتيجه تاع اليوم؟ بص، لكل مجتهد النصيب، واللي مكتوب انت بتعمل اللي عليك وربنا اللي كاتبه هيحصل. تعرف يعني الاسماء تاع طبعا تاع اللاعبين؟ طبعا لا، يعني صراحه اقول لك كده، انا شفت الماتش بتاع الفاسي كده والمستوى ما عجبنيش، بس شفت ماتشات في الدوري للمولوديه وماتش الكاس بتاعكم كنتوا كويسين جدا، بس ماتش الفاسي للاسف كان رغم ان المولوديه الاتحاد الجزائر صعد، بس ما كانوش كويسين، بس هم مستواهم اعلى من كده بكتير. عشان كده الزمالك لازم مستعد، هنا هيبقوا نمور على ارض الملعب. راح تكسبوا اليوم يعني؟ بقول لك بقى اللي احسن يكسب ان شاء الله. النتيجه اتوقع تعادل، يعني ان شاء الله تعادل ان شاء الله. حبيبي اهلا وسهلا حبيبي، الف سلامه. في الوقت الذي تعاني فيه بعض الملاعب في المغرب الأقصى من شغب وممارسات بعيدة عن الروح الرياضية تجاه الضيوف، قدم أنصار اتحاد الجزائر العاصمة لوحة فنية إنسانية رياضية من الطراز الرفيع خلال استقبالهم لأشقائهم من أنصار نادي الزمالك المصري. لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم، بل كانت تظاهرة رياضية بامتياز من خلال الترحيب الجزائري الأصيل الذي فرض نفسه بقوة على أرضية الميدان وخارج الملعب. مشجع الاتحاد تقاسموا الطعام والشراب مع الزملكاوية في محيط الملعب، مع إصرار جزائري على أن الضيف المصري هو ملك. كما تعالت أصوات المدرجات بالهتاف لمصر والجزائر معا بمشهد يكرس وحدة الشعوب بعيدا عن حسابات الربح والخسارة. العروسة شوفي هنا، شوفي هنا العروسة. عروسة واحد اثنين بيبقى رجلين ورانا شملاح محمد بيبقى رجلين 1 2 3 بيبقى رجلين 1 2 3.
بعيدا بقى يا جماعنا عن كرة القدم، الشعب الجزائري معروف اللي هو شعب عفوي، عنده شهامة، عنده رجولة، لما بيحبك من كل قلب، ما عندهوش وسط. والكلام ده أشاد بيه جميع أطياف الوطن العربي. وطبعا مش هننسى المشهد الرائع لما شرفونا هنا في أرض مصر في 2019 وخدوا البطولة مع أرض مصر هنا، حتى كمان هنا شاركونا أفراحنا للعرس المصري. ده يا جماعة بيدل اللي هو دايما شعب كده عنده الفرحة، عنده الغريزة سواء في الداخل أو في الخارج من غير أي مقابل. يعني هنا الشعب الجزائري مهما نتكلم عنه، مهما كده بأمانة ربنا نوصفه مش هنقدر نديله حقه. انا دايما معروف بالشهامه، بالرجوله، دايما كده معروف كده اللي هو دايما ما عندهوش وسط، لما بيحب انسان بيحبه من كل قلب. ومش هننسى كمان المواقف المشرفه دايما بيقدموها لجميع الشعوب العربيه، سواء مع مصر في حرب 73، ومش مصر بس لا، وفي مع فلسطين ومع السوريين ومع اليمنيين. والكلام ده مش كلام انا، ده كلام الشعوب بتاعت اتكلمت. حتى كمان هنا لما خدوا البطوله وفي وسط افراحهم عندنا في مصر في المركب بيأذن يا جماعه، وقفوا الاحتفال الجزائري عندنا في مصر وبقى يوردوا ورا الاذان. ومش كده كمان لما اخذ في الكلمه لموا حتى القمامه اللي كانت عندنا في الارض في المدرجات المصريه عندنا. ده يا جماعه بيدل انه دايما شعب عنده العشره، دايما كده معروف بالعشره، لما بيحبك من كل قلب. والكلام ده انا مش كلام انا، ده كلام اللي بتنزل ارض الجزائر، معروفين اللي هم دايما شعب بيحب جميع الشعوب العربيه، ما عندهوش عنصريه، عنده الاستقبال، عنده الترحاب، عنده كرم الضيافه، حسن الاستقبال لاي حد بينزل على ارض الجزائر. يعني يا جماعه الشعب الجزائري بامانه ربنا اول واحده من الناس اهو يعني كلمت عليه 6 سنين اهو، لقيت منهم كل حب وكل احترام. تعالي حسناء عندنا الجزائر وشوفي انت الاستقبال والكرم. حتى كمان يا جماعه لما هنا كبار نادي الزمالك ونادي الاهلي لما نزلوا في ارض الجزائر، كان في طبعا تاتش كده كان حصل في ايام ام درمان كده، الماتش ام درمان لما نزلوا هنا ارض الجزائر. يا جماعه الناس ديت يعني عندهم كرم ما بعد كرم، شفنا الاستقبال والترحاب. وعلى فكره هنا مش بس هنا كبار نادي الزمالك ونادي الاهلي اتكلموا، لا شفنا قبل كده فنانين مصر لما نزلوا ارض الجزائر وكتير جدا من الوطن العربي. وحتى كمان لما هنا الشعب الجزائري او اي حد من الجزائر بيجي عندنا مصر، احنا كمصريين بالمعامله الطيبه بنشيلهم برده فوق دماغنا. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه لحضرتك.